يا مساء الفل على أصحاب المزاج العالي والقهوة المظبوطة. منور القهوة يا صاحبي الجميل. شد كرسيك واطلب قهوتك المفضلة وركز معايا عشان الليلة دي محتاجة دماغ صاحية. طبعا انت عارفني، أنا صاحبك الجميل اللي بيحول كل كتاب لحكاية. والنهاردة معادنا مع تالت قانون من قوانين السطوة، القانون اللي هيعلمك إزاي تلعب بذكاء. القانون التالت بيقولك في وشك كده: أخفي نواياك. يعني بالبلدي داري على شمعتك تقيد وما تعرفش حد انت ناوي على ايه. عارف انك مستغرب وبتقول يا عم ايه شغل اللف والدوران ده، ما نخلينا دغري. حقك، بس اسمع مني حكاية أشرف وانت هتعرف ليه الدغري في الشغل أحيانا بيكون غشيم. أشرف ده واحد صحوي انت ما تعرفوش، راجل طموح وشاطر في مجال العقارات. كان شغال في شركة كبيرة وحلمه انه يفتح شركته الخاصة. بس أشرف كان طيب وعلى نياته. أول ما الفكرة جات له راح حكى لزميله وصاحبه الأنتيم في المكتب رامي. قال له بقول لك إيه يا رامي، أنا زهقت من شغل الموظفين ده. أنا ناوي أفتح شركتي وعندي خطة هكسر بيها السوق وهجيب عملاء الشركة دي كلهم عندي. أشرف كان فاكر إن رامي هيفرح له ويشجعه، بس رامي كان عنده خطة تانية خالص. تفتكر إيه اللي حصل؟ تاني يوم الصبح أشرف لقى نفسه مطلوب في مكتب المدير العام. دخل لقى المدير قاعد وجنبه مين؟ رامي. المدير قال له: بلغني يا أستاذ أشرف إنك بتخطط تسرق عملاء الشركة وتفتح شركة منافسة، الكلام ده صحيح؟ أشرف اتصدم وبص لرامي اللي كان باصص في الأرض وعامل نفسه متأثر. النتيجة كانت فورية، أشرف اتفصل من الشغل وسمعته في السوق باظت قبل حتى ما يبدأ. وكل ده بسبب إيه؟ بسبب كلمة زيادة قالها للشخص الغلط. ليه حصل كده؟ عشان أشرف كشف ورقه بدري. لما تعلن عن نواياك أنت بتدي فرصة لعدوك إنه يجهز لك فخ أو يسرق فكرتك. طب والحل؟ الكتاب بيقولك استخدم الدخان والمرايا، يعني خليه غامض. لو ناوي على حاجة كبيرة اتكلم في حاجات تافهة. خد الزتونة دي وحطها في جيبك. الناس بتحب الكتاب المفتوح عشان سهل تقطعه. خليك كتاب مقفول، محدش يعرف أولك من آخرك. اشرب آخر بق في قهوتك وفكر في الكلمة اللي كنت هتقولها بكرة في الشغل وأجلها شوية. واستناني الحلقة الجاية عشان هقولك ازاي تخلي الناس تعتمد عليك لدرجة انهم ما يقدروش يستغنوا عنك أبدا. سلام يا صاحبي الجميل.